بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية الفلتر وازاي اقدر استخدمها بشكل مختلف. ففي خاصيات او خاصية في الفلتر احنا ممكن كتير مننا ما يعرفهاش، وهي ازاي ان انا اعمل فلتر لاكتر من معيار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا دلوقتي عندنا جدول زي ده كده في اسم المورد والمنطقة وقيمة المبيعات. فالمطلوب مني ان انا ارتب المنطقة، وارتب بالمنطقة، وان قيمة المبيعات مثلا يبقى من الاكبر للاصغر او من الاصغر للاكبر. يعني يبقى بالشكل ده كده مثلا، اللي هو كل منطقة معاها المورد بتاعها، ومرتب كمان الارقام او قيمة المبيعات بتاعته من الاكبر للاصغر. زي ما احنا شايفين كده مثلا هنا المهندسين مرتب الموردين بتوع المهندسين وقيمة المبيعات من الاكبر للاصغر. هنا حدائق المعادي برضو من الاكبر للاصغر. طب ازاي الكلام ده بيتم؟ تعالوا مع بعض نشوف الموضوع بيتم ازاي. اول حاجة انا هنا عندي الجدول بتاعي عادي، بخش على داتا وادوس فلتر، وباجي هنا بعمل سورت باي كاستم سورت. تمام، باجي بعلم على، لو انا هعلم هنا كده وهاجي اعمل سورت باي كولر وهعمل كاستم سورت، لقيته راح ضايف لي الشاشه دي. فبيقول لي في الكولوم اللي انت عايز ترتب فيه، العمود اللي انت عايز ترتب على اساس ايه؟ اسم المورد ولا المنطقة ولا قيمة المبيعات؟ فانا اول شرط عندي او اول معيار عندي هرتب حسب المنطقة، فاقول من A to Z. تمام، وهاجي تاني عايز ارتب بقى المنطقة، وعايز ارتب اكبر مبيعات في المنطقة دي من الاكبر للاصغر. فهعمل اد ليفل واختار قيمة المبيعات، واختار بقى من الاصغر للاكبر smallest to largest او largest to smallest. فهعملها largest to smallest وهعمل اوكي. بصوا يا جماعة ايه اللي تم. راح جايب لي المهندسين كلها ومرتب لي المبيعات من الكبير للصغير. هنا المهندسين هنظللها كده عشان تبقى واضحة قدامنا. مثلا دي بلون، وحدائق المعادي بلون، وحلوان بلون تاني، وفيصل. ممكن بقى تغير انت حسب المنطقة، عايز ترتب ابجدي، عايز ترتب حسب الترتيب. فممكن تستخدم الفلتر باكثر من معيار. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة. هو موضوع بسيط وسهل، لكن في بعض الناس متعرفوش، فحبينا نشرحه عشان نوضحه للناس. وما تنسوش فضلا وليس امرا دعم القناة والاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.